بعد أن كان بمثابة حديث الجميع دون أن يرى النور، ها هو غار جبيلات، هذا المنجم الذي تشكل منذ قرون، والذي تطلب العديد من الأعمال البحثية، حلم قديم يتحقق. كما أن مشاريع استغلال هذا المنجم الذي يزخر بثروات هائلة لا تنضب ظلت متوالية منذ أكثر من 60 سنة دون أن ترى النور. لقد أخذ الرئيس تبون زمام المبادرة، وهو الذي يؤمن إيمانا راسخا أن الجزائر ستصبح قوة منجمية وقوة ناشئة، حيث قرر وضع حد للمشاريع المولودة ميتة لغار جبيلات، ملبيا بذلك رغبة مواطني تندوف الذين يعلقون آمالا كبيرة على استغلال هذا المنجم الثمين. لقد وقعت تندوف في 30 نوفمبر 2023 دخولها إلى العالمية. إنه حدث تاريخي، كما هو الأمر بالنسبة لزيارة الرئيس تبون التي تعد الأولى لرئيس دولة إلى هذه الولاية التي لطالما عانت من التهميش. وكان تبون قد زار تندوف ووقف على مدى تقدم مشروع المنجم، ووضع حجر أساس خط السكة الحديدية الذي سوف يربط تندوف وبشار، وهو مشروع ضخم يمتد على طول 950 كيلومترا يخصص لنقل خام حديد منجم غار جبيلات، ما من شأنه أن يساهم في تنمية مناطق الجنوب الغربي، سواء على صعيد منشآت السكك الحديدية أو على المستوى الاجتماعي، حيث سيوفر ما لا يقل عن 3000 منصب شغل مباشر وأكثر من 12,000 منصب غير مباشر. أكد محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن شروع الجزائر في استغلال الحديد بغار جبيلات يسائل الجانب القانوني لهذا الإخلال بالمعاهدات الدولية في ظل سريان اتفاق الاستغلال المشترك مع المملكة المغربية منذ 1972. وشدد المتحدث ذاته على أن القضاء الدولي مطالب بالبث في هذا الخرق السافر للقانون الدولي، انطلاقا من المادة 17 من الاتفاقية، حيث جاء فيها: ففي حال وقع نزاع بين الطرفين بخصوص تأويلها أو تطبيقها وفقا لمعاهدة إفران، أي اتفاق ترسيم الحدود، يتم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه، وهو فصل أساسي في صلب معاهدة 1972.